طيب في إضرار مسلمين. خلينا نترك السؤال الأخير، ناخذ الاتصالات ونعود. طيب. محمد من الرياض، تفضل. السلام عليكم. أو الأخ محمد ولا لا؟ السلام عليكم. محمد من دمان، تفضل. السلام عليكم السلام. تفضل معك الشيخ. والله عندي استفسار يا شيخ. تفضل. أنا طالب مؤمن بنك الراجل. نعم. بعد القرض الحالي يعني. بعد إيش؟ القرض الحالي طلبت قرض مؤجل، فجأة عند ما طلبت القرض قالوا رسوم إدارية 1350 ريال. ما أدري تقدر تكون في هذه الرسوم الإدارية. طيب. خاصة لو مثلا افترضنا أن 5000 شخص قدموا قرض مؤجل، يعني راح تكون الرسوم حوالي 7 ملايين ريال. لا يعني 1000، يعني 1350 شهريا. لا، على القرض مرة واحدة. طيب. رسوم إدارية 1350 ريال. لا بأس بذلك إن شاء الله. هذا رسوم إدارية لا حرج فيها، وليست لا تنافي يعني أن هذا القرض مباح. الرسوم الإدارية لا بأس بها عندهم يعني كثير. أما مسألة كثرتها فهذه تعود إلى وتقديركم أنتم لهذا الأمر، لكن الذي يظهر والله أعلم أنها ليست من الربا هذه، والله أعلم. نعم، هي رسوم إدارية. نعم. طيب أخذ اتصال آخر من أبو حمد، تفضل. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلونك يا شيخ؟ يا أهلا وسهلا، تفضل. يا طول عمرك، أنا رمضان هذا 29 رمضان من السعودية إلى دولة عربية، عرفت يا شيخ؟ نعم. رمضان هذا نقص الشهر، جاء العيد فجأة، صح ولا لا؟ أي نعم. يوم صار في السعودية عيد، عرفت؟ وأنا صايم كل يوم هنا. جدد عربية لأن السعودية عيد وهنا ختام الشهر هناك. أيوة في عربية. طيب هناك. أنت حكمك حكم الدولة التي فيها، يعني أكمل صيام معهم ولا عيد نعم. السعودية؟ لا معهم، بارك الله فيك. أنت في دولة أخرى. إيه؟ فأنت تفطر وتصوم مع الناس وتوعى الناس في نفس الدولة يعني. نعم، في الدولة التي أنت فيها. يعني ما عيد السعودية هنا. لا الفطر يوم التمن ولا. شكرا يا شيخ. حياك. طيب أخذ اتصال آخر من الأخ سلم من جدة، تفضل أخوي سالم. السلام عليكم. عليك الله. الرياض، كيف حالك؟ يا أهلا وسهلا. ممكن أكلم الشيخ؟ تفضل معك الشيخ. كيف حالك؟ أهلا، حياكم الله. أحبك في الله يا شيخ. أحكم الله جميعا. الشيخ عندنا الله يعطيك العافية. نعم. جزء مشتريه، فهل علي زكاة بعد السنة؟ جزء من الكتاب، والجزء الثاني إيش؟ مشتريه بعد ما نزل تداول. طيب. زكاة يعني بعد السنة؟ تركتها ولا لا؟ إيه، مكتتب تركتها واشتريت ما نزل تداول اشتريت. نعم. لما أنا اشتريت أقول لما ترتفع احتمال إني أبيع، والحين بعد ما نزل السوق أقول ممكن استثمر، ممكن لما يرجع يبيع، يعني ما أدري. يعني ما ضربت فيها نهائيا، مجرد أنك تركتها ولا لا؟ نعم. الاكتتاب تركتها يعني لما نزل التداول. يعني الأصل الإصرار هذا ولا لا؟ نيجي أحيانا أقول لما ترتفع أبيع، وأحيانا أقول لما يرجع. الحين بعد ما نزل السوق أقول لما يرجع حقي هو يا شيخ عموما أنت الآن بارك الله في أخي سالم، الآن لم يتم حول عليه ولا لا؟ لسه ما كمل حول، وأنت الأصل الاستثمار ولا لا؟ والله أحيانا أقول استثمار، أحيانا أقول يا شيخ لسه هي لسه. لا بتحدد